تعالى اقولك طريقه الفراخ المقرمشه الجميله اللي هي الدبابيس اللي انت بتجيبها من بره. هنحط معلقتين نشا مع كريسبي بيتجاب من عند العطار، مع حبه كده حلوين من الدقيق زي ما احنا شايفين كده. بهاراتي بقى فلفل اسود، بهارات فراخ، كاري، زعتر، ملح، ونقلب كله مع بعضه. طبعا الدبابيس هتبقى مسلوقه نص سوا، مش مسلوقه سوا كامل. ونجيب بقى الدبابيس معانا زي ما احنا شايفين مسلوقه نص سوا، عشان خاطر اخليها تلزق في الكريسبي والخلطه اللي انا عاملاها. بيضايه واحده بس، بيضايه واحده بس، كانك بتعمل لها كفر كده من بره زي ما احنا شايفين كده، عشان نخلي الدبابيس كلها تلزق في الكريسبي اللي انا عامله او الخلطه اللي انت عاملاها ومتبلاها. بصوا كله لزق اهو معايا زي ما احنا شايفين اهو. الدبابيس يا بنات كانت تحفه. تعالوا بينا بقى نقليها. زيت كان مقدوح حلو قوي 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 سخن، وبعد كده وطيت عليه، وطي عليه خالص عشان الدبابيس بتاعتك تستوي. هنحط الدبابيس بتاعتنا كلها، ممكن تعمليها جنب بطاطس محمره او حبه مكرونه وطبق سلطه، وتبقى وجبه متكامله هيفرحوا بيها اولادك قوي. صدقوني كالكريسبي من بره وطريه من جوه. بصوا وطيت عليها النار عشان تقدر تستوي كلها الخلطه. اقلبها بقى على الجنب التاني، يكون لونها حلو كده محمر كده ذهبي وجميل. بصوا لونها اللهم بارك عليها، كانت دبابيس يمكن كمان احلى كمان من اللي بره. جربي بس الخلطه دي. بصوا ما شاء الله ناشفه وجميله. بصوا كريسبي من بره وطريه من جوه. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله ما شاء الله. عملت جنبيها حبه مكرونه. جربوها وما تنسوش باللايك.